أهلا بكم كل مشاهدين ملك الكرة في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إطلالة سريعة لأحداث مهمة جدا حصلت النهاردة، منهم اللي أنا كنت في استاد القاهرة. يعني أنا بقالي فترة طويلة ما رحتش الاستاد الحقيقة. استاد معمول فيه شغل كتير جدا جدا. أنا بشكر طبعا كابتن وليد عبد الوهاب مدير الاستاد، وكمان اللي على رأس المنظومة الصديق الغالي المجتهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. طيب، دي حاجه في البدايه الحقيقه، لان الشغل اللي انا شفته في الاستاد، وفي حاجات كمان هيعملوا احتفالات ديزني لاند زي ما انا عرفت. حاجات جميله جدا ان شاء الله هتتعمل في استاد القاهره خلال الفتره القادمه، ودي هيئه استاد القاهره بقت هيئه اقتصاديه يا جماعه بالمناسبه. طيب، دي في البدايه. طب اللي بعد كده ايه؟ اللي بيشوفني طبعا يعني اتمنى ان هو يشترك في القناه لدعمي وتقديم كل ما هو جديد. بنحاول زي ما انتم شفتوا حضراتكم عن المونديال قطر او فيفا قطر 2022. الاحداث مدهشه ومفاجاه كبيره جدا مدويه في بعض المباريات. يمكن انا قلت قبل كده بعد ما شفت المباريات المونديال، قلت اللي هيبان المستوى للفرق ومين اللي هيقدر ينافس بدايه من دور 16. وصدقت فيما قلت الحقيقه، لان مستوى الفني، انا قلت في البدايه في دور المجموعات المستوى الفني فقير. يعني ايه فقير؟ بالمقارنه بروسيا 2018 لا يعني الاداء الفني في مونديال روسيا 2018 كان اعلى بكتير بصراحه. دي وجهه نظري، وكل خبراء الكره اجمعوا على هذا الكلام. اللي الناحيه الفنيه في مونديال قطر اقل شويه من او شويتين يعني، بس طبعا احنا هنجامل لان قطر نظمت البطوله حتى الان ولا اروع من كده. فاجأت العالم كله، بلد تعدادها يعني اعتقد 700 الف ولا 800 الف ناس، ما اعتقد مش هتزيد عن، مش هتوصل لمليون. وكل هذا النجاح والتميز والابهار في تنظيم مونديال يضم عدد كبير جدا من دول العالم وجماهير دول العالم، حتى اللي ما وصلتش. يعني كان في جماهير من مصر، كان في جماهير من الجزائر، كان في من كل حته، حتى المنتخبات اللي ما وصلتش، حتى كان في من كولومبيا وفي فنزويلا وفي من الاكوادور. الحقيقه حاجات دول كتيره جدا جدا كانت موجوده في قطر، وكانت استضافه ممتعه. طيب، النهارده مباراتين في قمه الغرابه. يعني المباراه الاولى زي ما حضراتكم شفتوا، وهي كان مباراه البرازيل وكرواتيا. نسبة المراهنات أو نسبة الترشيحات للبرازيل، لو أنا قلت لكم بالنسبة المئوية، كانت النسبة 98%. ولذلك اللي راهن زي انتوا عارفين أوروبا والعالم كله بيراهنوا على المباريات، ومنهم طبعا المونديال قطر 2022، مش في قطر يعني بره في أوروبا. عدد المراهنات على فوز كرواتيا كان 2%، وأحيانا عايز أقول نص في المية، لأن 1.5% قالوا تعادل. وبالنسبه للنتيجه للمباراه، وقالوا ان في الاخر ان كرواتيا هتفوز. ونسبه 98% قالوا ان البرازيل هي المرشحه الاولى، وبالتالي هتفوز على كرواتيا. اللي احنا شفناه، مش عايز اقول مش في الكوره، لا في الكوره يا جماعه، الكوره فيها كتير قوي، فيها العجب، فيها العجب. يعني لما نقول منتخب زي كرواتيا، هو كان وصيف روسيا 2018 وخسر من فرنسا في النهائي زي ما حضراتكم شفتوا، ولوكا مودريتش ولوفرين لعيبه، عندهم لعيبه كبار جدا. النهارده عملت مفاجاه، لعبت 4-3-3، اتعادلت، استدرجت البرازيل اللي اهدر حوالي 9 اهداف في المباراه. مش عايز اقول نيمار، لكن نيمار بذل جهد كبير جدا، وكان اكتر لعيب مخلص في الفريق الحقيقه. اتعادلوا 1-1، ثم استطاعت كرواتيا ان هي تستدرج البرازيل لضربات الترجيح، وقدرت اللي هي تكسب البرازيل بضربات الترجيح. هي ضربات الترجيح ما دي محسوبه طبعا. مباراه فوز لما بتوصل للتعادل، انت تعادل في الوقت الاصلي ثم الاكسترا تايم او الوقت الاضافي، بعد كده بيحسم بضربات الترجيح. طيب، المباراه الاولى. المباراه الثانيه يعني دي كانت مفاجاه كبيره جدا. مش عايز اقول بكاء نيمار ابكى الجميع، لان طبعا كانت البرازيل المرشحه الاولى للفوز زي ما قلت لحضراتكم. لكن كمان ان يعني كرواتيا بره الحسبه
وكان مستواها ما يقولش اللي هي ممكن تكسب البرازيل حتى لو بضربات الترجيح. دي المباراه الاولى. المباراه الثانيه الارجنتين زي ما شفت حضراتكم وهولندا. المباراه سجال بين الفريقين، الارجنتين اكثر سيطره، قدرت تستحوذ، قدرت تترجم الفرص والسيطره والاستحواذ زي ما بنقول بلغه الكوره لهدفين. يعني الارجنتين كانت 2-0 وخلاص، والجميع تأهب للاستعداد لفوز الارجنتين، والفرح والسعاده كبيره جدا، لان مش معقوله بقى البرازيل تطلع وكمان الارجنتين، ده تبقى يعني يبقى فيلم هندي، يعني فيلم هندي لما الارجنتين برازيل تطلع. نيمار وما ادراك ما نيمار وفروق السامبا والرامبا يعني. وكمان الارجنتين نجوم التانجو برضو مهاريه، امريكا اللاتينيه والكره الممتعه. فكمان قلنا نيمار، طب كمان ميسي، تبقى الموضوع صعب قوي على كل المشاهدين في العالم كله. هولندا قدرت اللي هي تعمل مفاجاه، عملت مفاجاه، اتعدت، حطت هدف يبقى 2-1 وخلاص. يعني في دقيقتين والمباراه تخلص، الحكم اضاف 10 دقائق، وده بروتوكول على فكره في كاس العالم، يعني الوقت الاضافي من 6 الى 10 دقائق. قدرت هولندا ترجع في المباراه في ال10 دقائق وتحرز هدف في الوقت القادم، النتيجه 2-2. لجأوا الى ضربات الترجيح. يعني سجال ده يضيع، مارتينيز حارس الارجنتين يصد، ميسي يحرز هدف، وتبدا تبدا المعاناه. ضربات انا بسميها ضربات المعاناه الترجيحيه وليست ضربات الجزاء الترجيحيه. مباراه كان انا معظم الناس عايزين الارجنتين تفوز بعد خروج البرازيل، يبقى في حاجه من ريحه الكره الجميله، امريكا اللاتينيه، وبعدين ميسي، الناس كمان عايزه ميسي وكريستيانو، عايزين الناس تتمنى وانا منهم اللي البرتغال والارجنتين في نهائي كاس العالم. لو قلت طب يا مروان يا احمد يا كنزي، طب مين انتوا عايزين مين تفوز؟ ساعتها بقى هنحلها، احنا هنحلها مع بعض، او كل الجماهير العالميه اللي مستمتع بالكوره ساعتها هنقول ميسي ولا كريستيانو. المهم البرتغال والارجنتين يبقى في النهائي، هيبقى نهائي غريب ومدهش. اتمنى اللي يوصل لكده، لكن الفوز مستحق الارجنتين بضربات الترجيح، لانها كانت افضل في طوال ال 120 دقيقه، 90 دقيقه وقت المباراه، ثم الوقت الاضافي، وهنضيف كمان 10 130 دقيقه كانت الارجنتين افضل من هولندا وتستحق الفوز. مبروك لكرواتيا رغم المفاجاه، وانا كنت بشجع البرازيل وكنت برشحها الحقيقه، لكن برضو بروح رياضيه هقول لكرواتيا ولوكا مودريتش ولوفرين، هقول لهم مبروك ان انتوا فزتوا على البرازيل، واقول للارجنتين برافو اللي انتوا قدرتوا تتغلبوا على الصعاب وتفوزوا على هولندا. وطبعا مش عايز اقول لكم المباراه كانت انا بتفرج عليها، مش عايز اقول لكم الاحداث ايه ومين بيعيط ومين عايز مين تفوز وفان دايك والدنيا، لكن في النهائي الارجنتين فوز مستحق. وكده الارجنتين وكرواتيا في الدور قبل النهائي، ثم المباراه الصعبه ان شاء الله اللي احنا هنشوفها بكره ما بين المغرب والبرتغال. نتمنى ان شاء الله ان المغرب تعمل نتيجه طيبه. يمكن طولت عليكم، لكن ان شاء الله نلتقي في اطلاله جديده بعد مباراتين بكره ان شاء الله، وتوقع جديد وكواليس واسرار مع ملك الكوره. سلام.